اكيد كلنا شفنا ماتش الاهلي في افتتاح مونديال الانديه قدام انتر ميامي او قدام ميسي زي ما انت عايز تقول، والحقيقه ان الاهلي عمل اداء عالي جدا في الشوط الاول خصوصا، ولكن الحقيقه احنا جايين النهارده مش عشان نتكلم عن اداء ونتكلم عن الخطه والتكتيكات والحاجات دي، انت اكيد شبعت منها. احنا جايين النهارده عشان نتكلم عن ارقام شويه، هديك كل رقم بيدل على ايه، لان لغه الارقام حقيقه يعني بتدي كل واحد حقه. يعني اللعيب ده جامد صح، طب ايه اللي يثبت؟ اللي يثبت والله الرقم. الفرقه دي عملت ماتش جامد، طب ايه اللي يثبت؟ والله الرقم برضك. يعني الفرقه دي ضيعت ياما يا عم، ده احنا ضيعنا بالهبل، احنا ضيعنا اكتر منكم خلي بالك، بس ايه اللي يثبت؟ الرقم برضك. فالنهارده انا مجمع لك شويه ارقام هنتكلم فيها، بس قبل ما نبدا عايزك تعمل لايك سبسكرايب، واهم من كل ده تجيب كوبايه الشاي الجميله بتاعتك وتبدا معايا تشوف الحكايه. طب يلا مع بعض بقى بالورقه والقلم ونشوفوا الحكايه بتقول ايه. اول حاجه التشكيله النهارده الاهلي بدا بالشناوي في حراسه المرمى وده الطبيعي. بدا بداري وياسر زي ما توقعت في الفيديو اللي فات، توقعت ياسر وداري يبداوا، مع ان احمد رمضان بيكهام هو الوحيد اللي بيعرف يطلع بالكوره، بس احنا برضك قلنا ياسر وداري ليه. طب ولعبنا بقى طبعا قلنا محمد هاني يلعب يمين ولعب. اللي كان عندي تعقيب عليه بس كنت خايف منه كوكا، قلت يحيى عطيه الله يلعب، بس برضك كوكا عمل فاجئني وعمل ماتش جامد بصراحه. عندك في نص الملعب اللي لقينا فيه زحمه كتيره بصراحه، والفاجئني اللي هو ما بيلعبش اصلا بجناح يمين، اللي هو كان منزل مروان عطيه وحمدي وبن رمضان في نص الملعب، وقدامهم حط امام عاشور، وبيلعب قدام وسام ابو علي وتريزيجيه. بس الطريقه نفعت، ما نقدرش نقوله غير كده، لان انت هتشوف بالارقام ازاي الاهلي قدر يوصل للجون اكتر من مره، ده مش اكتر من مره، بتاع 5-6 مرات، وهنشوف الكلام ده ضيع قد ايه ووصل للجون كتير. فالحقيقه يعني ما نقدرش نقول حاجه للمدرب. في الاخر اكيد في تقييمات للاعيبه دي، وهنتكلم كمان عن التبديلات اللي حصلت وتقييماتها برضه عشان تبقى معايا في الصوره. الفرق ما بين الصورتين دول، الصوره الاولى دي معايا هي في الشوط الاول، دي خريطه التسديدات في الشوط الاول، الجزء اللي فوق ده. شوف الاهلي شاط كام كوره، سيبك من العدد بقى، شوف الاماكن اللي سدد منها الاهلي، هتلاقي ان بص بيسدد من جوه 6 يارد حرفيا. بص بقى الناحيه الثانيه انتر ميامي، خلي بالك بقى انا بقول لك الاهلي فوق ودلوقتي انتر ميامي تحت. خش على الصوره الثانيه، دلوقتي اتغير الحال، اللي فوق انتر ميامي واللي تحت الاهلي، شوف فرق السما من الارض. انتر ميامي هو اللي بقى يشوف من 6 يارد ومن جوه ال 18 ومن بره ال 18 ومن على خط التماس دي اللي هي شاطها بتاعت ميسي اللي جت شناوي طلعها وجت في العارضه. الاهلي الناحيه الثانيه 3 تسديدات بالعدد، في واحده منهم من جوه ال 18، 2 مناوشات من بره ال 18 كده ما لهمش اي لازمه. ف دي الحاله اللي وصل لها الاهلي في الشوط الثاني. الارقام بقى اللي هنشوفها برضك احنا مقسمينها شوط اول شوط ثاني. الشوط الاول الاستحواذ انا استغربت منها بصراحه يعني انا كنت شايف الاهلي هو اللي ماسك الكوره، بس الاستحواذ اتنقل 58% مقابل 42% للاهلي. لاحظت بعد ضربه جزاء اللي هدرها تريزيجيه الانتر ميامي اللي ماسك الكوره طبيعي. عايزك بقى تبص لي على الاهداف المتوقعه، الحته اللي تحت دي الاهداف المتوقعه، واحد علامه 8 للاهلي، يعني قول هدفين، يعني المفروض الاهداف المتوقعه ده في المتوسط، تجيب جونين على الاقل خالص، هم 14 من 100، يعني هم ما وصلوش زي ما احنا شفنا في الخريطه اللي هي بتاعت التسديدات، هم ما وصلوش غير بكورتين مناوشات كده من ميسي اللي هو الفاول. يعني يجي لك في التسديدات اللي بعديها 8 تسديدات للاهلي مقابل 4 ليهم، 8 تسديدات، شوف بقى منهم كام تسديده على المرمى، 6، يعني ما بين 3 خشبات جبت 6 كور، و6 كور المفروض يخش منهم ضربه جزاء طبعا. اهداف متوقعه على المرمى 2 و49%، يعني قول 2 ونص، يعني هدفين ونص، قول هات 3 اهداف يا عم من عندي، المفروض 3 اهداف يجوا، ما جاش منهم ولا هدف في الشوط الاول، هم 0، لان هم ما كانش فيه، الشناوي كان في اجازه في الشوط الاول حرفيا، غير اللي عمله في الشوط الثاني الراجل كتر خيره يعني. تسديدات من داخل الصندوق شوطين 8 منهم 6 على المرمى و6 من داخل الصندوق، يعني انت في ال 18 شايت 6 كور من جوه ال 18، وبرضك ما عرفتش تسجل منهم ولا هدف. ده بسبب يرجع لسوء حظ زي ما انت عايز تقول، رعونه من اللعيبه، تألق من الحارس زي ما انت عايز تقول، بس هم الواقع 6 كور من جوه ال 18 وما سجلتش منهم ولا واحد، و2 من بره ال 18 وده ما كانش فيهم اي خطوره قوي يعني. اضاعه فرص كبيره في الشوط الاول 5 فرص، يعني الفرص دي ما فيش فيها يعني هي تيجي. اولهم كره امام اللي لعبها له لما رجع من الاصابه، اللي لعبها له تريزيجيه وشاطها وفي الاخر الحارس صدها. ضربه الجزاء بتاعت تريزيجيه، منهم كره اشرف داري اللي لعبها بالراس والحارس طلعها، منها كره حمدي فتحي اللي كانت في ال 18 وشاطها
الحارس مسكها ماشي. نخش بقى على التمريرات. الاهلي عامل 164 تمريره مقابل 222 تمريره دي انتر ميامي. عندك بقى صناعه اهداف متوقعه شبه كره تريزيجيه اللي لعبها الامام دي اسمها صناعه محققه. 58 من 100 فرصه محققه مقابل 8% ليه. يعني هم اصلا ما عملوش اي حاجه في الشوط الاول، كانوا جايين اصلا بيتفرجوا. رميات التماس يعني. صناعه فرص، الاهلي صنع 4 فرص محققه. 4 فرص محققه للتسجيل، هم صنعوا 3 ما كانش فيهم اي خطوره. كاميرات خلفيه دي بقى عايزك تقف عليها كويس. 39 ليهم، سيبك مننا احنا. 39 ليهم يعني ده يوريك قد ايه الضغط اللي الاهلي كان عامله. فهم بيضغطوا نص الملعب، فما عندهمش حل اللي هم غير هم ايه يرجعوا لورا. اعتراضات طبعا، اعتراضات 3-2 ليهم. اعتراضات طبعا بسبب وجود ياسر ابراهيم ومروان عطيه اللي كانوا عاملين صراحه ماتش عالمي. تصديات حارس المرمى، بص الشناوي كان راح تقريبا يصيف في ميامي، ما كانش راح يلعب كوره. تصديات حارس المرمى 6 تصديات للحارس بتاعه، وده بسببها اخذ افضل حارس في الماتش، افضل حارس مان اوف ذا ماتش. 6 تصديات. هو طبعا يحسب له، ولكن عندنا اللعيبه برده كان المفروض الفينش يبقى احسن من كده، فاكلته عيش على قفانا. تدخلات ناجحه 5 من 9 لينا بسبب برضك مروان عطيه وياسر ابراهيم زي ما احنا قلنا. ده كده احصائيات الشوط الاول. عايزك بقى تركز مين اللي كان راكب في الشوط الاول. اهداف متوقعه الدنيا دي كلها الاهلي صح. طيب نيجي للشوط الثاني، والحقيقه مش هصدعك زي الشوط الاولاني، بس انا عايز افهمك بس الاهلي وصل لايه الشوط الثاني، يعني ايه اللي حصل. دلوقتي عندك الاستحواذ كان 58 ليهم في الشوط الاول، دلوقتي بقى 53 فقل. دي حاجه كويسه ان الاهلي قادر يمسك كوره. لكن بقى بص الاهداف المتوقعه، الاهداف المتوقعه معلم، كان الاهلي المفروض يجيب كام جون؟ قلت لك جونين 3 صح. 9 من 100. لا نو كومنت صراحه، نو كومنت. 9%، فده دليل ان انت ما وصلتش. وبرضك في الخريطه الحلاليه اللي وريتها لك من التسديدات الاهلي ما وصلش الشوط الثاني. اتنقل ليهم السيطره 73% ان هم يجيبوا جول، فالنسبه علت معاهم، هم كانوا ميتين خالص. اجمالي التسديدات بص بقى هم سددوا كام كوره؟ 10 تسديدات، 5 منهم على المرمى. انت سددت 3 كور، 2 منهم على المرمى. والله انا كومنت فعلا، انا بس هوريك الاهلي وصل ليه بسبب التغييرات. مع ان المدرب نزل بخطه كنا خايفين منها، بس عمل خطوره في الشوط الاولاني وبوظ الدنيا في الشوط الثاني بسبب تغييراته. لكنه على مستوى الاداء في الشوط الاول نرفع له القبعه، والراجل ياخد 10 على 10 الشوط الاول، لان هو مش هينزل يحط الكوره بصراحه. لكن الشوط الثاني لا نقوله اللي هو عمل تغييرات غلط. لكن انا بتكلم دلوقتي الوضع والفجوه ما بين الارقام بس كده. الفرص الخطيره الاهلي 0 فرصه خطيره، 0. يعني تقريبا الشوط الاول 5. الفرص الخطيره ليهم 3، وده واضح جدا. والشناوي الله يبارك له شال بتاع 3-4 كور بالكتير، على الاقل يعني، مش بالكتير، على الاقل شال 3-4 كور. وده دليل الضغط اللي حصل من انتر ميامي في الشوط الثاني. بصراحه الناس عملوا شوط ثاني، تحس ان ميسي اصلا كان موعدهم انتوا لكم عندي شوط واحد، ما كوش شوطين. هم سدوا لهم الشوط الاولاني، لا انا هلاعبهم بقى لوحدي الشوط الثاني، وحرفيا بيلعب مع 10 خشبات. مش هنتكلم اكتر من كده. طبعا اجمالي التسديدات ده قلناه، كل ده قلناه. في القائم جابوا عرضتين، في منهم واحده بتاعت ميسي اللي هو الشناوي طلعها بايده وجت في العارضه، وفي منها الكوره بردك اللي الشناوي طلعها باللعيب اللي اسمه فافا ده لما لعبها بالدماغ لما ميسي رفعها له بردك وجت في العارضه. فدي بردك الكورتين اللي جم في العارضه. تسديدات من داخل الصندوق، لما كنت بقول لك احنا مش شايفين 6 كور في الشوط الاول من جوه ال 18، دلوقتي احنا شايفين كوره واحده. نو كومنت برضه. هم شايفين 7 كور من جوه ال 18، 7 كور. تسديد من خارج الصندوق 3 وهم احنا 2. اضاعه فرص كبيره، بص الحاله اتقلب 0 لينا 3 ليهم. ضيعوا 3 فرص كبيره من التسجيل، والفضل الاول يرجع لربنا طبعا ثم الشناوي. هتكلم عن تصديات حارس المرمى، لازم نقف قد ايه، انا هسكيب كل ده وهنتكلم عن تصديات حارس المرمى. الشناوي صادت 5 كور منهم اقسم بالله في اخر 5 دقايق تقريبا شايل بتاع 3 كور لوحده. الشوط الاول قلت لك كان بيصيف حرفيا، كان ولا كره صدها. تعالى بقى نتكلم في حاجه ثانيه عن اسمها دي، عن تقييمات اللعيبه. يلا بينا بقى على التقييمات، ده الشغل الجد بقى. عندك دلوقتي فوق معايا كده الشناوي ياخد كام؟
تبقى راجل ضلالي لو قلت له اكتر اقل من 10 من 10. الشناوي ياخد 10 من 10 مستريح. الراجل شايل لك في الشوط الثاني 5 6 كور، 5 6 جوان محققين، فما تقدرش تديله اقل من 10 من 10، تبقى راجل ضلالي بصراحه يعني. عندك قلبين الدفاع اشرف داري وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم 9 من 10 100%. الراجل كان قاطع ميه ونور بصراحه يعني. داري برضك ما اثرش بس ياخد اقل من ياسر، انا اديله بصراحه 7 من 10. عندك محمد هاني ياخد 6 من 10، كنت مستني منه اكتر من كده بس يعني 6 من 10 اخره. برضك يعني انا صعبان عليا لان ما كانش في حد معاه في الجبهه، يعني ما كانش يقدر حد يطلع يعمل معاه ثنائيه ويسند عليه يعمل له اوفرلاب، ما كانش فيه الكلام ده رفيع عند محمد هاني، فمعذور بس هو 6 من 10 على الاداء اللي عمله يعني. كوكا اللي فاجئني ياخد 7 من 10، اديله على محمد هاني لانه يستحق اكتر من محمد هاني. الراجل كان بيلعب على جبهه ميسي يعني، فالله يكون في عونه، اديله 7 من 10. نص الملعب مروان عطيه 10 من 10 ونجمه وموسى بصراحه يعني ده من اللعيبه القليله اللي هديلهم 10 من 10. هو الشناوي ومروان عطيه هم الاثنين دول بس اللي هياخدوا 10 من 10 النهارده. مروان عطيه شكرا للاتحاد السكندري على الجوهره دي بصراحه. عندك بن رمضان ياخد 8 من 10. بن رمضان بصراحه مكسب كبير للاهلي بامانه، والايام الجايه هتثبت الكلام اللي انا بقوله. محمد علي بن رمضان هيبقى اهم لعيب في نص ملعب الاهلي، وافتكروا كمان اللي انا بقوله لكم ده. حمدي فتحي ما قصرش والله ما قصر. 8 من 10 حمدي فتحي، برافو حمدي فتحي النهارده كان كويس، بس يعني انا كان ما اقدرش ادي حد اعلى من مروان عطيه بصراحه يعني. انا كنت شايف غير مروان عطيه النهارده وياسر ابراهيم ومش الشناوي من الاخر. امام عاشور طبعا الف سلامه عليه، ما لحقش يعمل حاجه، فلا خارج التقييم، هو خارج في تقريبا في الدقيقه 12 يعني لما نزل زيزو. وسام انا كنت هديله 7 من 10 الحقيقه، بس عشان الكره اللي طلعها نهايه الشوط الاول لما طلعها على الخط ورجعت للشناوي اديله 8 من 10. انقاذ تاريخي بصراحه. تريزيجيه مش قادر اقولها بصراحه. تريزيجيه 6 من 10، والله كان افضل لعيب في الشوط الاول، عمل كل حاجه، بس الحقيقه يعني الكره ما نصفتهوش بصراحه، وضيع ضربه جزاء هي دي الصعبه. والحقيقه يعني انا عايز اعقب بس تعقيب صغير على موضوع ضربه الجزاء. لما جت ضربه الجزاء مين اللي يشوط؟ يا عم انا في ناس تقول زيزو، لا زيزو لا. يا عم انا مش جاي معاك في زيزو، ليه؟ لان زيزو يقول ضغوطات مثلا وهو اللي جايب ضربه الجزاء، فايه لا يعني عمل اللي عليه، لا ما يشوطهاش عشان الضغوطات. مين اول واحد بيشوط عندك ضربات جزاء؟ اسامه ابو علي. حقيقي اسامه ابو علي هو المسدد رقم واحد. حتى زيزو انا شفت اللقطه، زيزو بيقول له وسام هو رقم واحد هو اللي يشوط، قال له لا انا اللي هشوط وضيعها. طب انت تريزيجيه معلش انت من امتى بتشوط ضربات جزاء اصلا؟ والله انا ما افتكرش ان تريزيجيه ده بيشوط ضربات جزاء يعني. مع المنتخب محمد صلاح بيشوط، ما افتكرش مثلا ما انت مع استون فيلا ما كنتش بتشوط، مع قاسم باشا ما كنتش بتشوط، حتى في قطر ما خلوكش تشوط. فانت من امتى بتشوط ضربات جزاء؟ فانت سيب العيش لخبازه، ادي العيش لخبازه. فان هو تعاقب بمقابل مادي واعتذر، فعفى الله عما سلف. التغييرات جراتيشار نزل، والله ما قيمه، مفيش تقييم. قفشه حبيبي قفشه 5 من 10. زيزو ياخد 8 من 10. الشوط الاول بصراحه عمله فوق الممتاز. زيزو لسه جاي، ما تستعجلوش، لسه جاي زيزو. البدني بتاعه عايز يتظبط لانه بقاله بتاع تقريبا 6 شهور ما بيلعبش، فزيزو لسه جاي. 8 من 10. عمل عرضيات الشوط الاول، كان اخذ ضربه جزاء فياخد 8 من 10. محمد طاهر 6 من 10، نزل اتحرك كام ما عملش حاجه بصراحه، 6 من 10 عم غلبان. حسين الشحات 0. انت شفتني في الحلقه انا قلت 0. حسين الشحات، ولو في اكتر من لفظ اكتر من الصفر هقوله، لكن عيب يعني عيب. انتوا ناس محترمين ما لكوش ذنب، انا بشتري ما بيني وما بين نفسي ما بيني في البيت يعني. كفر الواحد عن فجر اقسم بالله يعني. حسين يا شحات انت بتعمل ايه في الكره الاخيره؟ يعني ضربه الجزاء محدش هيفتكرها، انت اللي هيفتكروها الكره الاخيره. انت بتجري 3 على 1 من قبل نص الملعب، ومين اللي بيجري؟ ميسي الحقيقه يعني عمل شغل عالي يعني. كنت لو الحلقه ما كانت اقصر من كده كنت اتكلمت عن ميسي، بس نتكلم عليه في وقت تاني.
فهي دي كانت الحلقه النهارده، حاجه جديده بجربها. فلو عجبتك الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب، قول لي في الكومنتات رايك في السلسله دي اكمل فيها ولا لا، ولا اصلا ما عملش يوتيوب خالص. قول لي في الكومنتات وتتوقع الماتش الجاي الاهلي وبالميراس هيكون عامل ازاي. وبالمناسبه هنتكلم عليه في الحلقه الجايه، هنتكلم عن التشكيله الاقرب للاهلي بعد غياب امام عاشور، والطريقه اللي هيلعب بيها هل هي نفس الطريقه ولا هيلعب بالجناحات عادي، مش جناح مكسور وجناح عادي. لا هنشوفوا الدنيا فيها ايه. فبس كده، كان معكم اخوكم مروان ميزه كالعاده. سلام.